جبت انت اللي انت عادل 0-0، احنا قلنا 1-0. طبعا لماذا؟ لان نفس اللي حصل في الشوط الاول هو نفس الشوط الثاني بالظبط، تفوق تام بالنسبه لفوك في اسلوبه وفي التكتيك بتاعه اللي عمله طوال ال 45 دقيقه، واللي ساعده على كده للامانه باولو سوزا، لان كان من يطالب بالتغيير هو باولو سوزا في بدايه الشوط الثاني، ولكن تغيير فوك كان اسرع من باولو. دي طبعا الاحصائيات اللي بتورينا الاستحواذ بالنسبه لشباب الاهلي 65%، ولكن بدون اي خطوره على السلطان المنذري. او اسهل مباراه للحارس مرمى كلب هذا الموسم مع شباب الاهلي. تتكلم على تفوق في كل شيء، ولكن الامور كانت سلبيه جدا. طبعا استمرار نفس التنظيم بالنسبه لفوك، استمرار الخطوط القريبه جدا جدا لفوك، صحيح. عدم الطمع اللي اشتغل عليه، مع استمرار اخفاق لباولو سوزا ل 550 دقيقه في ايجاد حلول لشباب الاهلي. استخدامه للدكه سيء جدا، استخدامه للاسلوب وتوظيف اللعيبه من اسوأ ما يمكن، وخاصه انه هو بطل الدوري. وفي المقابل شفنا فرقه بتلعب ب 10 لعيبه، ولكن الراجل عمل تغييرات هنتكلم عليها بعدين لما نيجي نتكلم على التغييرات. صحيح. مع طبعا تاخير تغييرات باولو سوزا اللي على علامه استفهام. ليه؟ لان مركز بمركز، صح. وانت مطالب بفوز. انا هذا اللي ابغى اتكلم